يا مساء الحلوات واللي جاي مش زي اللي فات. صديقي اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. عوده بعد غياب مع الجينم وشرح منهج الاحياء للصف الاول الثانوي. شرحنا على مدار 4 فيديوهات اللي فاتت، شرحنا منهج شهر اكتوبر. جه الدور دلوقتي على منهج شهر نوفمبر، وزي ما وعدتك هوفر لك شرح المنهج كامل كله على اليوتيوب. ان شاء الله بنفكر ودعواتكم ان احنا الفتره الجايه نوفر لكم كمان حل افكار تقيله، افكار متفوقين، افكار الناس العاليه، الدكاتره المية مية. يلا بينا عشان ما نطولش عليك في المقدمة كتير وندخل في الموضوع. شرحنا على مدار 4 فيديوهات حاجة اسمها الجزيئات البيولوجية الكبيرة، بدءا من الكربوهيدرات انتقالا للليبيدات، بعد كده البروتينات، بعد كده الأحماض النووية. النهارده بقى يا صديقي هندخل في درس من نوع خاص بيتكلم عن التفاعلات البيوكيميائية، وبيتكلم عن جزء خاص اسمه الإنزيمات أو نوع من البروتينات اسمه الإنزيمات. هندرسه بالتفصيل واحدة واحدة كده مع بعض. تعالى الأول هندخل في مدخل بسيط عن عملية اسمها عملية أو مجموعة من العمليات اسمها عمليات الأيض أو التمثيل الغذائي. هنتعرف يعني إيه تمثيل غذائي، وهنتعرف يعني إيه تفاعل بيوكيميائي، بعد كده هندخل في الإنزيمات. يلا الأول نعرف إيه هو عملية الأيض. بس يا صديقي، الخلية عشان تفضل حية لازم السيتوبلازم بتاعها يبقى حي. طول ما الخليه السيتوبلازم بتاعها بيلف ويتحرك والكلام ده كله فالسيتوبلازم حي، تبقى الخليه حيه. طيب السيتوبلازم ده بيبقى عباره عن مساحه بتحدث فيها مجموعه من التفاعلات البيوكيميائيه المستمره. تمام، واحده واحده كده وبالراحه. السيتوبلازم ده عباره عن مساحه بتحدث فيها مجموعه من التفاعلات البيوكيميائيه المستمره. واحده واحده وبالراحه كده نعرف يعني ايه تفاعل بيوكيميائي. بايوكيميائي يعني تفاعل كيميائي حيوي، تفاعل كيميائي بيحدث داخل الخلايا الحية. طب مستمرة يعني تحدث دون انقطاع، يعني التفاعلات البايوكيميائية دي بتحصل جوه الخلايا الحية بشكل مستمر وما ينفعش تتوقف، لأنها لو توقفت الخلية هتموت. تحدث داخل الكائن الحي، يعني ما ينفعش تقول لي إن في تفاعلات بايوكيميائية هتحصل جوه كائن ميت. تمام؟ تشمل إيه بقى؟ التفاعلات دي بتنقسم إلى شقين، شق اسمه تفاعلات الهدم وشق اسمه تفاعلات البناء. يعني انت التفاعلات البيوكيميائيه دي احنا بنصنفها لصنفين، تفاعلات اسمها تفاعلات الهدم وتفاعلات اسمها تفاعلات البناء. ولو توقفت، لو التفاعلات دي توقفت السيتوبلازم هيموت والخليه هتموت، وبناء عليه هيموت الكائن الحي. ده كده تعريف عمليه الايض. يبقى مجموعه من التفاعلات البيوكيميائيه المستمره بتحصل داخل جميع الخلايا الحيه، تمام كده خلاص، باستمرار دون توقف، وهي تنقسم الى نوعين، هدم وبناء، ولو توقفت يموت الكائن الحي. ده كده تعريف عمليات الايض او ما يسمى بالتمثيل الغذائي. كلمه تمثيل غذائي هنا معناها الغذاء بيحصل في ايه. حضرتك بتاكل، تمام، بتاكل كربوهيدرات وليبيدات وبروتينات، بعد كده بتهضم، بعد ما بتهضم اللي بيحصل بتمتص الطعام ده بيروح للدم، بعد كده بيوصل للخلايا. الخلايا بقى بتعمل بيه ايه؟ بتعمل بيه حاجتين، يا اما تعمل بيه هدم يا اما تعمل بيه بناء. العمليتين دول بيحصلوا باستمرار من غير توقف، وبيحصلوا مع بعض عادي جدا، مش حاجه اسمها ده يحصل الاول بعد كده ده يحصل، الاثنين بيحصلوا مع بعض بشكل مستمر. طب اكيد ده ليه غرض وده ليه غرض. تعال نفرق مع بعض ما بين عمليه الهدم والبناء. بص يا صديقي، انت اخدت في الكيمياء، مش عارف في اعدادي تقريبا او في اولى، في لسه بتاخد او لسه واخدها السنه دي، بس غالبا اخدتها في اعدادي، ان كلمه تفاعل كيميائي يعني كسر رابط وتكوين رابط جديد. يعني اي تفاعل بيحصل فيه كسر رابط وتكوين رابط. خليني بس افكرك كده بمعلومه بسيطه، وهي ان كسر الرابطه هو انتاج طاقه. يعني لما تكسر رابطه كيميائيه فالرابطه دي اساسا جواها طاقه مختزنه، فلما انت تكسر هتحرر الطاقه اللي فيها. اما لما تيجي تكون رابطه فتكوين الرابطه ده عباره عن تخزين طاقه، فانت لما تعوز تكون رابطه هتحط جواها طاقه. جميل جميل ان شاء الله. طيب، فعمليه تكسير الروابط هي عمليه، انت في عمليه الهدم انت بتكسر روابط، بس لا مش بتكسر رابط بس، انت بتكسر وتبني، بس في نفس الوقت انت اغلب او الغالب عليك تكسير رابط، يعني انت بتكسر رابط اكتر من الرابط اللي بتبنيه. فالمحصله النهائيه هي تكسير مين؟ تكسير رابط ما بين الذرات. فلما بتكسر رابط بتطلع طاقه. عشان كده بنقول على تفاعلات الهدم هي تفاعلات لاستخلاص الطاقه الكيميائيه المختزنه فيها. انت في تفاعلات الهدم بتكسر رابط عشان تحرر الطاقه اللي فيها، يبقى انت بتعمل هدم عشان تحرر طاقه.
يبقى الغرض الرئيسي من عمليات الهدم هو انتاج مين؟ الطاقه. يبقى انت لما تاكسد اي مركب او تهدم اي مركب فالغرض منه هو انتاج طاقه. سؤال بقى هنا، في ناس بتلخبط ما بين الهدم بالدال والهضم بالضاد. هل هما الاثنين متساويين؟ اقول لك لا، الهضم ليس هدم والهدم ليس هضم، ده حاجه وده حاجه. الهضم هو تحلل ماء، انزيم بيدخل على البوليمر الكبير ده يكسره. في الهضم احنا ما بننتجش طاقه. يعني انت مثلا بتهضم النشا فانت مش بتنتج طاقه ولا حاجه، انت بتهضم النشا عشان تحولها لجزيئات صغيره ينفع تمتصها، ينفع تروح للدم وتنتقل عبر الدم. لكن الهدم انا بكسر روابط عشان اطلع ايه؟ اطلع طاقه. في اختلاف ما بين عمليات الهضم وبين عمليات مين؟ الهدم. خلاص، ده مثال على تفاعل الهدم. ادي ده جزيء كبير واحد كسرنا الرابط اللي فيه فتحول الى جزيئات صغيره، بالاضافه الى ان هو اداني اي تي بي. الاي تي بي هنا رمز لمين؟ للطاقه. عمليه البناء العكس، انت هنا بتكسر رابط فانت هنا بتبني. هل انت بتبني بس؟ لا، انت هنا بتكسر وتبني، بس المحصله النهائيه بناء. انت بتكون رابط اكتر من الرابط اللي بتكسرها، فبالتالي المحصله النهائيه تكوين رابط. فهي عمليه البناء هنا ان انت تجيب جزيئات صغيره اللي هي البلمره ونربطها ببعض عشان نكون بيها جزيء كبير. فعمليه البناء هي عمليه تكوين رابط بشكل كبير، وطبعا طالما هتكون رابط يبقى هتستهلك طاقه. يبقى عمليه البناء بتكون رابط، عمليه الهدم بتكسر رابط. في عمليه الهدم انت بتطلع طاقه، في عمليه البناء انت ايه؟ بتستهلك طاقه. تمام؟ عمليه الهدم الغرض منها الاساسي هو انتاج الطاقه، اما عمليه البناء الغرض الاساسي منها هو ان انت تكون بوليمرات. البوليمرات دي بتستخدمها في عمليه ايه؟ تستخدمها بقى في النمو وتستخدمها في تعويض الانسجه التالفه. المهم استخداماتها مختلفه. خلاص، يبقى احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه تفاعلات بيوكيميائيه، يعني ايه ايض او تمثيل غذائي، عرفنا يعني ايه هدم ويعني ايه بناء. تعال بقى نروح لجزء تاني في الهدم والبناء. ركز كده معايا، هنا مديك مثال على عمليه الهدم اللي هو الاكسده. اكسده الجلوكوز بقى واكسده السكريات واكسده الليبيدات والكلام ده كله، دي اسمها تفاعلات هدم. ليه؟ انت بتحول الجلوكوز المركب الكبير، بتكسر الرابط اللي فيه عشان بتفاعله مع الاكسجين وتحوله لثاني اكسيد كربون وميه، فبالتالي انت حولت جزيء كبير الى جزيئات صغيره، فانت عملت عمليه هدم. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت انتجت طاقه، فبالتالي انت كده عملت هدم. اما في البناء فانت مثال البلمره، بناء البروتينات، بناء الليبيدات، بناء الايه؟ الكربوهيدرات زي الجلايكوجين في الانسان او النشا في النبات. تمام؟ زي عمليه البناء الضوئي برضو، دي نوع من عمليات البناء. الغرض من عمليات الهدم هو انتاج الطاقه وده غرض رئيسي، اما الغرض من عمليات البناء هو نمو الجسم واصلاح الانسجه التالفه. خلاص؟ تمام؟ يبقى عمليه الهدم بتساعدك على الحصول على الطاقه، وعمليه البناء بتساعد جسمك على النمو وتعويض الاجزاء التالفه او الانسجه التالفه. ده كده عمليات الهدم والبناء. خلصنا الايض، خلصنا عرفنا هدم وعرفنا البناء والكلام ده كله. تعال بقى ندخل على الجزء بتاع مين؟ بتاع الانزيمات. محتاجك كده ظهرك لورا وتفرد جسمك كده وتركز معايا في الكلمتين اللي هنقولهم خلال الجزء اللي جاي. في جزئيه الانزيمات لازم تفهم ان انت بتتكلم عن تفاعلات بيوكيميائيه، تفاعلات بتحصل جوه الخلايا. قبل ما اعرفك الانزيم بيعمل ايه، تعالى بس انا افهمك حاجه بسيطه. تفاعلات، في عندي التفاعلات الكيميائيه، ناخد بس ايه صفحه فاضيه كده بسيطه. تمام؟ عشان نتناقش في حاجه ايه مهمه. اخدت في اعدادي حاجه اسمها العوامل الحفازه، اللي هي بتدخل التفاعل وتسرع التفاعل والكلام ده كله عشان ايه؟ تخلي التفاعل يتم بسرعه. جميل؟ طب تعالى بس انا افهمك حاجه بسيطه. عندنا تفاعل كيميائي مثلا A هتتحول ل B زائد C، دي كده اسمها متفاعلات. خلاص؟ ودي كده اسمها نواتج. المهم مع مرور الوقت المتفاعلات بتتحول لنواتج. بس في حاجه اسمها طاقه التنشيط. ايه هي طاقه التنشيط؟ طاقه التنشيط هي الحد الادنى من الطاقه اللازمه لبدء التفاعل. اقل كميه من الطاقه لازم تكون موجوده عند المتفاعلات عشان نبدا ويبدا يتحول ايه؟ لبي زائد سي. فانا مثلا وليكن انا عندي الحد الادنى من الطاقه بتاعه التنشيط اللازمه عشان نبدا التفاعل ده مثلا وليكن ايه؟
5. فلما اجي ابص على طاقه الجزيء A مش هلاقيها 5، مش مساويه لطاقه التنشيط، اقل منها. يعني معنى كده ان التفاعل مش هيبدا؟ لا مش هيبدا. ليه؟ لان طاقه المتفاعلات اقل من طاقه التنشيط، اقل من الحد الادنى اللازم لبدء التفاعل. فنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ في الحاله دي احنا قدامنا حل من 2. الحل الاولاني ان احنا نسخن، فلما نسخن نحط بقى التفاعل تحت ظروف خاصه، تمام، عشان ندي الجزيء ده طاقه، فتبدا طاقته ترفع لحد ما تساوي طاقه التنشيط. اول ما طاقه الجزيء ده تساوي طاقه التنشيط او تعلى عنها، هتبدا النواتج تتكون ويبدا معانا التفاعل. طيب انا دلوقتي التفاعلات البيوكيميائيه بتحصل جوه الخلايا الحيه. هل مثلا يعني خلي ان جزيء الجلوكوز الطاقه بتاعته اقل من طاقه التنشيط اللازمه لبدء الاجساد، هروح اسخن؟ يعني هروح احط نفسي على النار مثلا عشان اسخن الجلوكوز وادي له طاقه؟ ولا ايه الحل؟ لا مش هينفع نسخن، مش هينفع نحط التفاعل في ظروف خاصه. ليه؟ لان ده جوه الخليه، جوه خليه حيه. طب ايه الحل؟ الحل بقى ربنا خلقه جوه خلايا الكائن الحي. الحل هو في جزيئات بروتينيه تسمى الانزيمات. الانزيمات يا صديقي هي اللي بتحل لك المشكله دي كلها. الانزيمات بتعمل ايه؟ بتروح ترتبط بالجزيء ايه، يرتبطوا مع بعض، فبتقلل طاقه التنشيط. يعني مثلا طاقه التنشيط قبل بدء الانزيم، قبل ما الانزيم يجي كانت 5. تاكد تماما ان اول ما تستخدم الانزيم المناسب للتفاعل طاقه التنشيط هتقل، تبقى 2 بقى، 1، 1.5، نص، المهم انها هتكون اقل من 5. فكده حضرتك قللت الحد الادنى من الطاقه اللازمه لبدء التفاعل، فاوتوماتيك هتبدا التفاعل بشكل اسرع، وبالتالي هتنتج نواتج بشكل اسرع، وهتنتج نواتج بكميات كبيره في وقت قليل. يبقى الانزيم وظيفته ان هو يقلل طاقه التنشيط اللازمه لبدء التفاعل. بيعمل كده ازاي؟ عن طريق الارتباط بماده التفاعل، فتنخفض طاقه التنشيط او ينخفض الحد الادنى من الطاقه اللازمه لبدء التفاعل، ويبدا التفاعل بشكل بشكل مباشر. تعالى بقى اديك مثال بسيط يظبط لك الدنيا في فهمك لطريقه عمل الانزيم. عايزك تخيل معايا ان انت راجل محوش لك مثلا 200 300 جنيه، ونازل بقى فرحان محوش 200 300 جنيه ورايح تشتري مثلا تي شيرت، بنطلون، احنا داخلين على الشتاء، رايح تشتري جاكيت. خلاص بس بلاش الجاكيت عشان الاسعار غليت، فخلينا في حاجات على قدنا، خلينا في تيشيرت مثلا. المهم حضرتك معاك 200 جنيه، جميل، رحت لصاحب المحل، عجبك تيشيرت معين، قلت له انا عايز التيشيرت ده، تمام. بصيت لصاحب المحل كده وقلت له انا عايز التيشيرت ده، طبعا ال 200 جنيه اللي في جيبك حزينه. المهم صاحب المحل بص لك وقال لك تمام يا فندم، التيشيرت ده عامل كام؟ 500 جنيه. طبعا انت بصيت لل 200 جنيه اللي في جيبك، طب ما ينفعش، قال لك لا يا فندم مفيش فصال، التيشيرت ب 500 وحضرتك معاك 200، يعني مش هينفع. فانت دلوقتي قدامك حل من 2، يا اما تروح بيت حضرتك، تروح البيت بقى عندكم وتحوش، تمام كده، خلاص 13 لك من هنا 100 هنا 50 مش عارف ايه الكلام ده كله، لحد ما تكمل ال 500 جنيه ثمن تيشيرت وتروح تشتري. طبعا على ما تكملهم هتروح تلاقيه غلي، بس ايا كان، المهم انت قدامك اول طريقه ان انت ترجع تاني وتنتظر وقت اطول على بقى ما تكتسب او تكسب فلوس تاني، وتوصل لمرحله ان انت خلاص بقت الفلوس اللي معاك مساويه لسعر التيشيرت فتروح تشتريه. في حل تاني بسيط بقى، ايه رايك فيه؟ هقول لك عليه. بص بقى يا صديقي، تروح تجيب ماما في البيت، اديها ال 200 جنيه، خلاص، خدها معاك وروح المحل، انت شاور لها على التيشيرت، قول لها انا عايز التيشيرت ده، تاخد منك ال 200 جنيه، تدخل على مين؟ على البياع. بكام التيشيرت ده يا معلم؟ قول لها ب 500. تمام، المهم 500 مش عارف ايه، كلمه من ماما، كلمه من بياع، مش عارف ايه الكلام ده كله، ماما هتاخد التيشيرت ب 150 جنيه، ده ما خدتوش ب 100. ازاي؟ دي طريقتهم ودي لعبتهم، هم بيعرفوا يعملوها صح. ما سيبك انت اهبل وعبيط، دي مشكلتك، سيبهم هم بقى يشتغلوا يشوفوا شغلهم. فهم هياخدوا تيشيرت ب 150، فهم عملوا لك ايه دلوقتي؟ قللوا لك سعر التيشيرت من 500 ل 150 جنيه. فعملوا ايه؟ خلوك اشتريت التيشيرت بسرعه
وكمان وفرت ايه؟ وفرت فلوس. اهو ماما هنا هي الانزيم، وسعر التيشيرت هو الحد الادنى من الطاقه اللازمه لبدء التفاعل. واخد بالك انت؟ فالانزيم لما بيدخل التفاعل بيخفض الحد الادنى من طاقه مين؟ من الطاقه اللازمه لبدء التفاعل، فبيخلي التفاعل يبدا بسرعه. فبالتالي انت ايه؟ انت سرعت، زودت سرعه التفاعل رقم واحد، كمان وفرت طاقه. يعني انت بدات التفاعل بشكل سريع وباقل كميه منين؟ من الطاقه. ودي كده يا صديقي وظيفه الانزيم، زياده سرعه التفاعل عن طريق تقليل طاقه التنشيط. جميل؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ مفيش اي مشاكل. يبقى احنا دلوقتي خلصنا المهمه الاولى، وهي معرفه آلية عمل الانزيم، او ازاي الانزيم، او ايه فايده الانزيم في وسط التفاعل. نرجع بقى للمذكره بتاعتنا. فخلاص احنا اتفقنا ان عرفنا دلوقتي الانزيم بيعمل ايه. كمان تركيب الانزيم ده عباره عن بروتين، ماده بروتينيه، يعني تركيبه الاساسي من البروتينات، وحده بناؤه هي الاحماض الامينيه. طبعا في تعريف الانزيم برضه عشان ما نفقدش الجزء اللي هو اللي زي ما تقولوا كده المصطلحات الكتابيه اللي هي المصطلحات بتاعه المنهج. عوامل مساعده حيويه، كلمه عامل مساعد هنا يعني عامل حفاز بيساعد في انجاز التفاعل. حيويه، كلمه حيويه هنا لان الانزيمات مختلفه عن العوامل الحفازه اللي بنستخدمها في المعمل. ايه الفكره؟ الانزيم يتكون داخل الخلايا الحيه فقط لا غير. ما ينفعش تقول لي نصنع انزيم في المعمل، لا، الانزيم ده عامل حيوي او عامل مساعد حيوي بيتكون جوه الخلايا الحيه. تمام؟ ده الفرق، ده اللي يخليه يختلف مثلا عن مش عارف ايه اللي احنا بنستخدمها في المعمل، عن اليود، عن كذا. دي عوامل مساعده في المعمل. تمام كده؟ خلاص، دي مواد كيميائيه بنستخدمها في المعامل كعوامل مساعده. لكن ده عامل مساعد حيوي، تتكون من جزيئات بروتينيه، ايوه، تعمل على زياده سرعه ايه؟ التفاعل في الخليه. جميل. طب بتزود السرعه ازاي؟ بتخفض طاقه التنشيط. تعال بقى نتعرف على خواص الانزيمات. وجزئيه الخواص جزئيه مهمه لابعد حد. نبدا الاول باول خاصيه. بيقول لك ان الانزيمات شبه العوامل الحفازه الكيميائيه اللي احنا نعرفها. ليه؟ في ايه؟ ايه الفكره؟ هما الاثنين بيشاركوا في التفاعل ويزودوا من سرعته. يعني هما الاثنين بيشتركوا في الوظيفه، هما الاثنين بيسرعوا من التفاعل من غير ما يتاثروا او يستهلكوا. يعني ايه؟ افهمها لك بالراحه. السؤال بيجي هنا ازاي؟ انا هرسم لك اهو، ادي دي ماده تفاعل، خلاص، وده كده ايه؟ انا هرسم لك رسمه بعد كده اعرفك، خلاص. مين في دول الانزيم؟ هل هو الجزيء أ A ولا الجزيء B ولا الجزيء C ولا الجزيء D؟ مين فيهم الانزيم؟ هتقول لي يا مستر الجزيء A، تقول لي اشمعنى؟ تعالى بقى انا اقول لك ليه. عشان هو دخل التفاعل شكله ما اتغيرش، يعني هو كان من ضمن المتفاعلات، كان من ضمن النواتج، دخل التفاعل وخرج منه نفس الشكل، نفس التركيب الكيميائي، ما اتغيرش، نفس الكميه. فهو دخل التفاعل واثر فيه، زود سرعته من غير ما هو يتاثر. لا شكلا اتغير ولا تركيب الكيمياء اتغير، وكمان ولا كميته اتغيرت، لا زاد ولا نقص. دخلت 5 جزيئات انزيم، خرجت 5 جزيئات انزيم. المتفاعلات بتتحول لنواتج والنواتج بتتحول لمتفاعلات، ده اكيد، لكن الانزيم يظل كما هو، زي ما دخل زي ما خرج. تمام؟ دي اول خاصيه ومن اهم خواص الانزيمات، ودي بتتشابه فيها مع العوامل المساعده الكيميائيه اللي احنا نعرفها. لكن في حاجات بقى بتميز الانزيمات عن العوامل المساعده الثانيه. تقول لي ايه هي؟ بص ركز معايا. تمتاز الانزيمات عن بقيه العوامل المساعده في انها ذات درجه عاليه من التخصص، تخصصيتها عاليه. تخصصيتها ايه؟ عاليه. ايوه، ازاي؟ مش فاهم يعني ايه تخصصيتها عاليه يا مستر؟ يعني الانزيم متخصص اكتر من العوامل المساعده الثانيه. يعني هما الاثنين متشابهين في ان هما الاثنين بيدخلوا التفاعل ويسرعوه ويأثروا في التفاعل من غير ما يتأثروا. بيختلفوا بقى ان الانزيم متخصص، العوامل المساعده الاخرى مش متخصصه. ايوه، يعني ايه متخصص؟ بص يا عم الحاج، انا هروح اكشف عنده دكتور انف واذن وحنجره، ولا اروح اكشف عند دكتور انف واذن بس؟ مين اكثر تخصصا؟ دكتور الانف والاذن. ولا اروح اكشف عند دكتور متخصص اذن؟ تمام كده، كده التخصص زاد قوي. ما انت الاول كنت انف واذن وحنجره، بعد كده قلت لي لا انف واذن بس، بعد كده لا هكشف عند دكتور اذن بس. فانت كل ما التفرعات بتاعتك قلت، ده دليل على ان التخصص بتاعك زاد، ده اكثر تخصصا.
جميل جميل. فمثلا السؤال هنا يجي ازاي؟ ادي ده انزيم، خلاص، ده انزيم عنده حاجه اسمها الموقع النشط، تمام، عنده حاجه اسمها ايه؟ الموقع النشط. ده انزيم عنده موقع نشط واحد. في انزيم تاني عنده اكتر من موقع نشط. ادي ده موقع، ادي ده موقع، خلاص، وادي ده مثلا ايه؟ موقع. مين اكثر تخصصا؟ الانزيم ده ولا ده؟ طبعا اللي فوق. تقول لي اشمعنى؟ لان ده عنده شكل واحد، ده عنده ايه؟ شكل واحد، موقع نشط واحد. لكن ده عنده شكل شفرة 2 3، ده عنده اكتر من شفرة. فبالتالي ده يقدر يرتبط بمادة واثنين وثلاثة. فبالتالي ده اقل تخصصا لانه بيقدر يرتبط باكتر من نوع من المواد. فالانزيمات متخصصة لدرجة ان انت ممكن تلاقي الانزيم يرتبط بمادة واحدة. تمام؟ شوف درجة التخصص، هو بس ما بيتفاعلش غير مع مادة واحدة. ده مش كده بس، في تفاعل معين كمان. يعني ما يدخلش مع المادة دي اي تفاعل وخلاص، لا، هو بيدخل مع المادة دي تفاعل معين. يعني مثلا المثال الشهير بتاع انزيم الاميليز، خلاص، الاميليز ده بيعمل ايه؟ بيهضم النشا ويحولها لمالتوز. الاميليز لو قابل النشا في الشارع هيحولها لمالتوز، قابلها في الفم هيحولها لمالتوز، قابلها في الامعاء هيحولها لمالتوز. اشمعنى النشا يعني؟ طب ما انا باكل اكل ما بيبقى فيه بروتين ونشا و الى اخره. هو متخصص نشا؟ هو متخصص نشا. طب ليه ما يحولهاش للجلوكوز؟ يعني هو حولها لمالتوز، ليه بقى ما يرتبطش مع المالتوز ويحول للجلوكوز؟ اقول لك عشان هو متخصص. هو تخصصه في تحويل النشا المالتوز، لا تطلب منه اكتر ولا اقل. ما تجيش تقول له تعالى حولها لي للجلوكوز، لا يا فندم انا متخصص. انا ايه؟ انا متخصص، انا هحول لك النشا المالتوز ماشي، اكتر من كده ما تطلبش مني، تخصصي ده. فهو متخصص يعني ايه؟ يدخل مع ماده معينه تفاعل معين. طب ازاي الانزيم بيعرف مادته، ماده الهدف بتاعته، الماده اللي هيرتبط بيها من وسط مواد كتيره جدا موجوده في الاكل؟ ما يعني الاميليز عرف ازاي النشا من وسط اللقمه اللي احنا واكلينها دي، اللي فيها بروتينات وفيها دهون وفيها مش عارف ايه الكلام ده كله، هو عارف منين النشا؟ هفهمها لك بالراحه. عايزك تتخيل معايا ان ده انزيم، خلاص، الاميليز، ودي كده جزيئات طعام، تمام؟ دي جزيئات طعام وده انزيم الاميليز. انهي ماده في الثلاثه دول هينفع ترتبط بالانزيم ده؟ مفيش غير دي. دي هي اللي بالنظر كده مطابقه للشفره دي، هي دي اللي ينفع تركب معاه. اهو ده احنا بنسميه الترابط اللي ما بين الموقع النشط وماده الهدف. كل انزيم بيبقى ليه حاجه اسمها الموقع النشط، اللي هو مكان بترتبط بيه ماده الهدف، والموقع النشط ده بيبقى ليه شفره، شكل معين. الشكل ده ما ينفعش يرتبط بيه او مش موجود المفتاح بتاعه غير مع ماده واحده بس اللي اسمها ماده الهدف. فعشان كده موقع النشط بيبقى عامل زي القفل. القفل اللي بيبقى في مكان الرز اللي احنا بندخل فيه المفتاح. عايزك تعتبر ان المكان اللي بندخل فيه المفتاح ده اللي هو الموقع النشط بتاع الانزيم. جميل. والمفتاح اللي في حضرتك ده هو موقع الارتباط في ماده الهدف، اللي هو ماده الهدف بترتبط من خلاله. فبناء عليه المفتاح مش هيفتح غير القفل بتاعه، والقفل مش هيفتح غير بالمفتاح بتاعه. فعشان كده الانزيم مش هيشتغل غير لما ماده الهدف بتاعته اللي بتحمل شفرته ترتبط معاه. تمام كده خلاص. وماده الهدف دي مش هتتحول او مش هتتفاعل غير لما ترتبط بالانزيم ايه؟ الانزيم بتاعها. يعني النشا بترتبط بالاميليز تتحول لمالتوز. لو رحت جبت للنشا بيبسين، تريبسين، اي انزيم تاني مش هترتبط بيه. ليه؟ لاختلاف شفره ماده الهدف عن شفره الموقع النشط. الاثنين مختلفين. تمام؟ وبالتالي انت بتقدر تحدد شكل الانزيم او تقدر تحدد الانزيم المناسب لماده الهدف المناسبه من خلال حاجتين، بتبص على شكل الانزيم وتبص على تركيب ماده الهدف. تمام؟ خلاص؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه تخصص الانزيمات، وعرفنا ليه الانزيمات بتتشابه مع العوامل المساعده الاخرى. كمان الانزيمات دورها مختلف عن العوامل المساعده، هما الاثنين بيسرعوا بس كل واحد بيسرع بطريقته. الانزيمات بتخفض من طاقه التنشيط، عشان كده في رسمه في الكتاب بيرسم لك ايه؟
يقول لك لو اعتبرنا مثلا ان مثلا طاقه التنشيط، ادي ده المنحنى اهو، دي طاقه التنشيط قبل بدايه الايه، قبل ما نستخدم الانزيم. طاقه التنشيط بعد ما نستخدم الانزيم هتبقى فين؟ هتبقى اقل اكيد. يبقى الانزيم خفض طاقه التنشيط من النقطه دي للنقطه دي، فده مقدار الايه، انخفاض في طاقه التنشيط. جميل، خلاص. فيبقى تخفض الانزيمات من طاقه التنشيط اللازمه لبدء التفاعل. الانزيمات باعتبارها جزيئات بروتينيه، فهي بتتاثر بالعديد من العوامل زي البي اتش ودرجه الحراره، تركيز الانزيم، تركيز ماده الهدف، والعديد من العوامل اللي احنا هنبدا ندرسها دلوقتي مع بعضين. خلاص، يبقى احنا دلوقتي اتعرفنا على الانزيمات، اتعرفنا على الخصائص بتاعتها، كمان عرفنا عمليات الايض من هدم وبناء وغيره، وتعرفنا يعني ايه تمثيل غذائي. وهنبدا دلوقتي نتكلم عن امتى نشاط الانزيم يزيد وامتى نشاطه يقل. فركز معايا الله يبارك لك، ودوس معايا في الجزء اللي جاي من الفيديو. هنروح بقى نبص على بعض الحاجات اللي هي بتأثر على نشاط الانزيم. احنا عندنا في عوامل مختلفة بتأثر على نشاط الانزيم، بس بشكل اساسي الحاجتين اللي احنا هندرسهم تفصيلا هم درجة الحرارة والبي اتش اللي هو الأس الهيدروجين. لكن في عوامل تانية زي تركيز الانزيم، تركيز المادة الهدف اللي هي تركيز المتفاعلات، كذلك وجود المثبطات. هنتعرف عليهم بشكل ايه؟ بشكل سريع. اول حاجه سيب درجه الحراره والبي اتش دي هنشرحها من دلوقتي، خلينا نتكلم عن تركيز الانزيم. انا دلوقتي عندي تفاعل، التفاعل ده عباره عن ايه؟ بترتبط بالانزيم الفلاني، خلاص، فبتتحول الى بي زائد سي. جيت انا دلوقتي ورحت زودت تركيز الانزيم، نشاط التفاعل هيزيد. بس سوري معلش، قبل ما ابدا اتكلم في الحته دي لازم في نقطه مهمه نتكلم فيها. اولا، هو يعني ايه نشاط الانزيم؟ يعني سرعه التفاعل. كل ما نشاط الانزيم زاد سرعه التفاعل هتزيد. ايوه، احنا بقى بنقيس سرعه التفاعل ازاي؟ بنقيسها بحاجه من اتنين، يا اما بمعدل تكوين النواتج، يا اما بمعدل استهلاك المتفاعلات. يعني احنا عارفين ان مع مرور الوقت المتفاعلات تركيزها بيقل والنواتج تركيزها بيزيد. ايوه، كل ما المتفاعلات كانت بتتاكل بسرعه بتقل بسرعه، ده دليل على ان نشاط الانزيم بيزيد. كل ما النواتج كانت بتتكون بشكل سريع، ده دليل على ان الانزيم شغال كويس. فانت بتقيس نشاط الانزيم من خلال قياسك لسرعه التفاعل، من خلال قياسك لحاجه من اتنين، يا اما معدل تكوين النواتج، يا اما معدل استهلاك المتفاعل. خلاص، طيب المهم يعني، فانا دلوقتي كل ما ازود تركيز الانزيم النشاط هيزيد. فطبعا الطبيعي ان انا ارسم لك ان العلاقه دي هتكون طرديه. جميل، بس لازم تيجي عند نقطه معينه وتعمل كده. يعني ما ينفعش تكون طرديه الى ما لا نهايه، لا، لازم تكون طرديه محدوده. ايه ده ليه؟ ليه لازم تكون محدوده؟ هفهمك الموضوع ببساطه. احنا عارفين ان لما اضيف الانزيم في التفاعل، فكل جزيء من الانزيم بيرتبط بجزيء من ماده التفاعل. واحنا عشان نعمل علاقه بينيه لازم دايما يكون العلاقه دي ما بين عاملين، العامل السيني والصادي، تمام، وبقيه العوامل تكون ثابته. فلو انت مثلا بتزود، عايز تعمل علاقه ما بين نشاط الانزيم على المحور الصادي وتركيز الانزيم على المحور السيني، فلازم تثبت تركيز ماده التفاعل. فلو اعتبرنا مثلا ان حضرتك كنت حاطط تركيز ماده التفاعل وليكن مثلا عندك 20 جزيء من ماده التفاعل، وكان عندك 5 انزيمات، زودت خليتهم 10، النشاط هيزيد. ما هو انت واحد مشغل 5 عمال مش زي اللي مشغل 10. زودت خليتهم 15، النشاط هيزيد. زودت خليتهم 20، النشاط هيزيد. اي زياده بعد ال20 هتساوي ال20. فعشان كده احنا جينا بعد فتره وحصل لنا ثبوت. الثبوت ده سببه ان انت خلاص وصلت لمرحله من التشبع، بقت كل جزيئات الانزيم مرتبطه بكل جزيئات ماده التفاعل، فمفيش جزيئات ماده التفاعل حره. افهمها لك بالبلدي. انت دلوقتي عندنا مثلا 10 كراسي عايزين ننقلهم من الاوضه اللي احنا فيها لاوضه ثانيه، فجبنا عاملين 2 عمال، قلنا لهم يا جماعه عايزينكم تنقلوا لنا ال10 كراسي دول، هياخدوا مثلا 5 دقائق. رحنا قلنا لا، احنا هنخلي ال2 عمال دول هنجيب 5 عمال، هياخدوا مثلا 3 دقائق. جبنا 8 عمال، هياخدوا مثلا دقيقتين. طيب احنا عندنا 10 كراسي، عندنا 8 عمال، كل ما بنروح بنزود عدد العمال فالوقت المستغرق بيقل، ده دليل على ان النشاط بيزيد. فاحنا قلنا لا، احنا نجيب 10 عمال. خدوا دقيقة، في دقيقة كل عامل اخد كرسي وخلصنا نقلنا الكراسي، فكده النشاط زاد قوي. تعالى بقى هات لي 15 عامل
زيهم زي ال10. تقول لي اشمعنى؟ لان مفيش غير 10 كراسي اساسا، فكل عامل هياخد كرسي وفي 5 عمال ما لهمش لازمه. طب خليتهم 20 زيهم زي الخمس، و15 زيهم زي ال10. ليه؟ لان بقت كل جزيئات الانزيم مرتبطه بجزيئات ماده التفاعل، فاي انزيمات انت هتضيفها تاني مش هتلاقي مواد تفاعل ترتبط بيها، فوجودها زي عدمه، فعشان كده بيحصل ثبات في نشاط مين؟ الانزيم. نفس الفكره هنا، هي نفسها هنا. لما حضرتك مثلا تثبت تركيز الانزيم، خلاص ده اللي تركيزه هيكون ثابت، وتبدا تزود في تركيز ماده التفاعل. بمعنى انا هدخل التفاعل اللي قدامي ده، تمام؟ هدخل التفاعل اللي قدامي ده وانا معايا وليكن 100 جزيء انزيم. خلاص التفاعل ده انا حطيت فيه 100 جزيء انزيم، مش هزود تاني، خلاص هي المية كويسه. وجيت عند الجزيئات ايه؟ ضفت 20، التفاعل هيشتغل عادي. لا، رحت حطيت على 20 دول 20 تاني، خليتهم 40، اكيد طبعا التفاعل هيزيد، لان انا هيبقى عندي ايه؟ التفاعل شغال فيه 40 انزيم شغال. خليت ال 40 دول 80، النشاط هيزيد برضه. تمام؟ سرعه تكوين المتفاعلات النواتج هتزيد. ال 80 دول خليتهم 100، النشاط هيزيد. جيت خليتهم 150 ولا ليهم اي لازمه. ال 150 هي نفسها هي ال 100. ليه؟ لان انت اساسا ما معكش غير 100 جزيء انزيم، ففضلت تزود لحد ما وصلت حصل تساوي ما بين ده وده. فاي زياده بعد كده ملهاش لازمه، لان بقت كل جزيئات المواد المتفاعله مرتبطه بانزيمات، فبالتالي اي مواد متفاعله جديده مش هتلاقي انزيمات ايه؟ تشتغل عليها. خلاص؟ فبالتالي العلاقه برضو بتكون طرديه محدوده، نفس فكره تركيز الانزيم. اما جزئيه المثبطات فهي مختلفه شويه. تقول لي اشمعنى؟ المثبط هو ماده محبطه للانزيم، بتوقف عمل الانزيم او بتبطئه. طب ايه الفكره؟ المثبط ده مثلا وليكن ده الانزيم بتاعي، ودي ماده الهدف، وده موقع النشط اللي المفروض ماده الهدف هتيجي ترتبط بيه. المثبط بيعمل ايه بقى؟ غلس يجي يقعد في موقع ايه؟ في موقع النشط، في لوب، فيبقى الانزيم ما يقدرش يرتبط باي ماده هدف، فالانزيم مش هيقدر يقوم بدوره. طب يا مستر انا من خلال الرسم ازاي اعرف ان في مثبط؟ بص يا صديقي، من خلال الرسم تعرف ازاي ان في مثبط. هتبص تلاقي النشاط بيزيد. تمام؟ سرعه التفاعل بتزيد، بس تيجي عند نقطه معينه كده تبص تلاقي حصل دروب. لا هو مش طلع ونزل، لا النزول مش حصل، دروب داون، نزول حاد، هبوط حاد في نشاط الانزيم. فالهبوط الحاد ده مالوش اي تفسير غير ان ايه؟ غير ان حضرتك وصلت لمرحله واستخدمت مثبط فيها، استخدمت ماده محبطه، ماده وقفت عمل الانزيم. خلاص؟ يبقى احنا دلوقتي فهمنا تركيز الانزيم، فهمنا تركيز ماده الهدف، فهمنا المثبطات. تمام؟ طب تعالى بقى نروح للجزئيه اللي جايه. تعال نروح للجزئيه اللي جايه. ايه هي الجزئيه اللي جايه؟ طبعا هنا بيكلمك عن الرسمه دي بس عشان ما تخطاهاش. كلمك عن الركيزه، كلمه ركيزه هنا معناها ماده الهدف، والنواتج اللي هي نواتج التفاعل. طيب فبيقول لك في وجود الانزيم طاقه التنشيط بتكون منخفضه، في عدم وجود الانزيم طاقه التنشيط بتكون مرتفعه، وده كلام احنا شرحناه. ندخل بقى عشان نتعرف على تاثير درجه الحراره على نشاط الانزيم. خلاص؟ اولا ليه الانزيم بيتاثر بدرجه الحراره؟ ليه نشاط الانزيم درجه الحراره بتفرق معاه؟ لانه ماده بروتينيه في الاخر، واي بروتين طبيعي جدا يتاثر سواء تركيبه الكيميائي او يتاثر نشاطه بدرجه الحراره. طيب نشاط الانزيم بنحدده في درجه الحراره بمدى ضيق، يعني الانزيمات بالبلدي كده حساسه قوي لدرجه الحراره، اقل تغير في درجه الحراره ياثر في نشاط الانزيم. وكل انزيم بيكون عنده حاجه اسمها درجه الحراره المثلى. الكلام ده هنفهمه دلوقتي واحده واحده بالراحه. بص يا صديقي، انا عايزك تتخيل معايا ان احنا دلوقتي هنعمل تفاعل، التفاعل ده فيه انزيم. جميل. طب نشاط الانزيم ده بيتحدد وفقا لسرعه تكوين المتفاعلات زي ما اتفقنا، ودرجه الحراره دلوقتي مثلا وليكن تحت الصفر، سالب مثلا 4. وانا دلوقتي معايا ايه؟ بكره في ايدي بزود بيها درجه الحراره. فانا فضلت ازود سالب 3 سالب 2 سالب 1، واول ما وصلت عند الصفر
وزودت، بدأ ايه؟ النواتج تتكون. يبقى كده التفاعل بدأ. يبقى التفاعل بدأ عند درجة حرارة 0. دي نقطة بداية التفاعل. يبقى دي درجة الحرارة اللي بدأ عندها نشاط الإنزيم، اللي نشاط الإنزيم بدأ يشتغل عندها. طبعا كل ما أزود درجة الحرارة بلاقي النشاط بيزيد، يزيد 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 يزيد. كل ما أزود 10 بقى، 20 30 40 50 60، كل ما أزود النشاط بيزيد لحد ما وصلت عند درجة حرارة 65. وأنا بزود عند ال 65 بقى 70 وكده، لقيت ان نشاط الانزيم بدأ يقل. ايه ده؟ هفهمك دلوقتي. يبقى انت دلوقتي وانت ماشي النشاط كان واقف، فلما رفعت درجة الحرارة النشاط اشتغل. النقطة اللي بيبدأ عندها نشاط الانزيم اسمها ايه؟ درجة الحرارة التي يبدأ عندها نشاط الانزيم، اللي احنا بنسميها درجة الحرارة الابتدائية. خلاص؟ درجة الحرارة مين؟ الابتدائية. طيب فضلنا نزود بقى فين؟ في درجة الحرارة والنشاط يزيد، زود درجة الحرارة والنشاط يزيد لحد ما وصلت لدرجة حرارة 65. لقيت الانزيم في اعلى درجات نشاطه. بعد ال 65 70 بقى النشاط بدأ يقل. العلاقة بعد ما كانت طردية بدأت تبقى ايه؟ عكسية. تمام؟ يبقى تعرف على طول ان 65 دي اللي عندها اعلى درجة نشاط اسمها درجة الحرارة المثلى. اسمها درجة الحرارة ايه المثلى؟ ايه درجة الحرارة المثلى دي يا مستر؟ اللي هي درجة الحرارة اللي بيكون عندها الانزيم في اعلى درجات نشاطه. درجة الحرارة المقابلة لاعلى نشاط لمين؟ للانزيم. المهم ان انت لما تزود درجة الحرارة بقى عن درجة الحرارة المثلى، كل ما بتزود 70 بقى النشاط يقل، 75 النشاط يقل، 80 النشاط يقل، 90 النشاط يقل. جيت بعد ال 90 النشاط وقف. النشاط ايه؟ وقف عند ال 90 خلاص مفيش نشاط تاني. لقينا لا في متفاعل، النواتج ما بتتكونش، بطلت تتكون. اذا عند ال 90 دي بسميها درجة الحرارة النهائية. يبقى انا دلوقتي اخدت 3 مسميات: درجة الحرارة الابتدائية وهي أقل درجة حرارة بيبدأ عندها نشاط الإنزيم، ودرجة الحرارة النهائية ودي أعلى درجة حرارة يعني إيه بيشتغل عندها الإنزيم، أو نقدر نقول عن درجة الحرارة بيتوقف عندها نشاط الإنزيم. وفي درجة حرارة مثلى ودي درجة الحرارة اللي بيكون عندها الإنزيم في أعلى درجات نشاطه. تمام؟ إنزيم زي اللي قدامنا ده درجة الحرارة الابتدائية بتاعته بصفر، درجة الحرارة النهائية بتاعته ب90، درجة الحرارة المثلى ب65. خلاص؟ طيب يبقى انت دلوقتي تعرف ايه؟ تعرف تطلع من الرسم درجة الحرارة الابتدائية والنهائية والمثلى. في بقى معلومة بسيطة. احنا اساسا في الرسم بنعوز نطلع 4 حاجات: درجة الحرارة الابتدائية والنهائية والمثلى وحاجة اسمها المدى الحراري. يطلع ايه المدى الحراري ده؟ المدى الحراري ده هو عبارة عن قوسين كده حضرتك بتكتبهم من بينهم فاصلة بتاع الرياضة، المدى والمجال والحاجات دي كلها. فالمدى ده بيكون من إلى، يعني الانزيم ده بيشتغل من درجه حراره كذا لدرجه حراره كذا، بيبدا عند كذا وينتهي عند كذا. فانزيم زي اللي قدامنا ده المدى الحراري بتاعه منين؟ بتروح عند اول نقطه في المنحنى وتاخد درجه الحراره بتاعتها اللي هي 0، وتروح عند اخر نقطه في المنحنى تاخد درجه الحراره اللي هي 90. فبالتالي الانزيم ده بيشتغل من 0 ل 90، يبقى المدى الحراري بتاعه كام؟ من 0 ل 90. طب درجه الحراره المثلى بتاعته فين؟ اكيد ما بين الصفر وال 90، يعني مش هتبقى اقل من صفر ولا اكتر من 90 ولا صفر ولا 90، لان صفر كان نشاط بصفر وال90 كان نشاط بصفر. فبالتالي درجه الحراره المثلى هتبقى 65 وفقا لمين؟ وفقا للرسم. تمام؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا دلوقتي ان نشاط الانزيم لما تبدا من درجه الحراره الابتدائيه بتبقى العلاقه طرديه لحد ما توصل لدرجه الحراره المثلى. اول ما تتخطى درجه الحراره المثلى بيبدا العلاقه تبقى ايه؟ تبقى عكسيه، تنزل مره ثانيه. خلاص؟ طب تعالى بقى لجزئيه مهمه. ايه هي؟ في حاجه بسيطه. انا لما كانت درجه الحراره مثلا في الانزيم اللي فات تحت الصفر، خلاص، وزودت درجه الحراره، خلاص الانزيم اشتغل معايا. يعني انا كنت تحت الصفر هنا، تمام، معلش سوري، لما كنت تحت الصفر هنا وبدات ازود، تمام، الانزيم بدا يشتغل. يعني الانزيم كان واقف واشتغل.
طب انا دلوقتي لما زودت درجه الحراره عن ال 90 مثلا، بقيت خليتها 95 100 مثلا، ان الانزيم وقف ما اشتغلش. طب هل لو رجعت خفضتها تاني، رجعت خفضت ايه درجه الحراره مره تانيه، هل الانزيم هيرجع يشتغل معايا؟ اقول لك لا. تقول لي ازاي؟ ما احنا هنا كان واقف واشتغل، اشمعنى هنا واقف ما اشتغلش؟ لان هنا الانزيم نشاطه وقف، نشاطه بس اللي وقف، لكن هو تركيبه الكيميائي ما زال زي ما هو. لكن هنا درجة الحرارة المرتفعة غيرت من التركيب الكيميائي في الإنزيم، فبالتالي النشاط وقف والتركيب اتغير، ما بقاش إنزيم بالبلدي كده، حصل كسر بقى في شوية روابط وتكون متحول من كونه إنزيم إلى مادة تانية. المهم إن هو ما بقاش إنزيم. فحضرتك لما تيجي تخفض درجة الحرارة مرة تانية مش هتلاقي الإنزيم. الإنزيم تركيبه الكيميائي اتغير، فبالتالي ما بقاش إنزيم، بقى أي مادة تانية غير الإنزيم. فعشان كده بنقول إن درجة الحرارة لما تطلع بره المجال تتخطى درجة الحرارة النهائية، فبالتالي إيه؟ تمام، بنسميها خلاص كده الإنزيم تلف. أما لما تنخفض عن درجة الحرارة الدنيا أو الابتدائية، تمام، فبنسميها الإنزيم وقف. فلما اكون انا اقل من الابتدائيه فبقول الانزيم وقف، لكن لما اكون اكثر من القصوى او العليا او اللي هي درجه الحراره النهائيه بقول الانزيم تلف. خلاص، يبقى هنا بيكون تلف وهنا بيكون ايه؟ وقف. خلاص، فرق ما بين وقف وتلف. وقف دي يعني لو رجعت تاني رجعته للمدى الحراري هيشتغل، لكن تلف يبقى حتى لو رجعت للمدى الحراري الانزيم مش هيشتغل تاني. جميل جميل. طيب تعالى بقى نروح لجزئيه مهمه، بس ادي لك تدريب بسيط على الحته دي عشان تشغل دماغك معايا. اهو ده، تمام، مثلا هنا 5 0 5 10 15 25 30. ركز كده معايا. من خلال الرسمه اللي قدامك دي عايزين نطلع شويه بيانات للانزيم ده. اول بيان مثلا عايزين نطلع درجه الحراره الدنيا او الابتدائيه. طبعا هاجي عند اول المنحنى، هبدا كده من هنا وامشي كده امشي كده، النشاط بدا يشتغل هنا، يبقى دي درجه الحراره الابتدائيه. تمام. تاني حاجه عايز اطلع درجه الحراره المثلى، هفضل طالع اعلى نقطه اهي واسحب كده واسحب كده، هلاقيها عند ال 15، يبقى ال 15 درجه الحراره المثلى. طب عايز اطلع درجه الحراره القصوى او النهائيه اللي بيقف عندها او اللي بيتلف عندها الانزيم، هفضل ماشي لحد ما اوصل لاخر المنحنى. اخر المنحنى يبقى ال 30 هي درجه الحراره ايه؟ القصوى او درجه الحراره اللي بيتلف عندها الانزيم. خلاص، يبقى الخمسه هي الدنيا او الابتدائيه، ال 15 هي المثلى، ال 30 هي الايه؟ القصوى او النهائيه. جميل. طب المدى الحراري بتاعي هاخد اول نقطه واخر نقطه، فيبقى من 5 ل 30. من 5 هيبقى ايه؟ من 5 ل 30. في اي مشكله في الكلام ده؟ مفيش اي مشاكل ان شاء الله. يبقى انت طالما انت عرفت تستنتج دول يبقى مفيش اي مشاكل ان شاء الله معاك، وانت كده فهمت ايه؟ درجه الحراره. خلاص؟ طيب السؤال بقى، تمام، السؤال هو ليه الانزيم لما بيقل عن الدنيا نشاطه بيقف، ولما بيزيد عن القصوى نشاطه بيتلف؟ هو بيقف بس، مش بيقف بس، لا ده هو بيتلف كانزيم. الموضوع بسيط، تعال نفهمها بالراحه. هات حته لحمه معاك، حطها في الفريزر. جميل، حته لحمه نيه حطها في الفريزر، وهات حته لحمه وسيبها في النار. سيبها ايه؟ في النار. اللحمه اللي انت حطيتها في الفريزر هتفضل، انت ما تقدرش تاكلها لانها مجمده، لكن ما زلت انت عارف انها تقدر تستخدمها. يعني عادي لو طلعت وفكت هتقدر تستخدمها تاني، تقدر تعملها، تشويها، تقليها، تعمل اللي انت عايزه فيه. لكن لو انت حطيت حته لحمه على النار واتحرقت، تعالى بقى فكر ترجعها تاني، مش هترجعها. ليه؟ لان تركيبها الكيميائي اتغير، ارتفاع درجه الحراره فيها كسر فيها رابط وكسر فيها مش عارف ايه والكلام ده كله. فبالتالي هي نفس الفكره، الانزيم لما بيقل عن درجه الحراره الدنيا بيتجمد، او نقدر نقول ان نشاطه يقف، لكن تركيبه الكيميائي ما زال محتفظ بيه، لان انخفاض درجه الحراره لا يغير في التركيب الكيميائي. لكن ان الانزيم يتحط في درجه حراره مرتفعه
فارتفاع درجه الحراره الشديد ده بيؤدي الى تغير كسر بقى روابط والكلام ده كله، فبالتالي التركيب الكيميائي بيتغير، فبالتالي طبيعه الانزيم بتتغير ووظيفته بتتغير، فبيتحول من الانزيم الى ماده اخرى، وبالتالي هيفقد وظيفته، مش هيشتغل تاني. خلاص، دي فكره درجه الحراره. خلاص، ده احنا كده خلصنا درجه الحراره. هندخل بقى على البي اتش. فكرة الأس الهيدروجيني هي نفس فكرة درجة الحرارة، يعني العلاقة برضو علاقة منحنى، لا هي طردية بس ولا عكسية بس، بيبقى في فترة معينة بتبقى طردي وفترة معينة بتبقى عكسي. ولكن الأول نفهم يعني إيه أس هيدروجيني. الأس الهيدروجيني اللي هو تركيز أيون الهيدروجين في المحلول، واللي إحنا كنا بنتست أو نختبره أو نكشف عنه بواسطة ورق عباد الشمس. لو أحمر يبقى حامضي، لو أزرق يبقى قاعدي، لو أو بنفسجي مش عارف إيه الكلام ده كله، لا الألوان بتاعت إيه؟ ورق عباد الشمس. خلاص، اللي هي حامضي قاعدي متعادل، كل ما الرقم زاد الحامضيه بتقل والقاعديه بتزيد، وكل ما الرقم بتاع البي اتش او التركيز قل الحامضيه بتزيد والقاعديه بتقل. خلاص، الترقيم ده بيبقى من 0 ل 14، من 0 ل 7، يعني اقل من السبعه بيكون حامضي، اكتر من السبعه بيكون قاعدي، في السبعه بيكون متعادل. كل ما زدت عن السبعه القاعديه بتزيد، كل ما قلت عن السبعه الحامضيه بتزيد. يعني لما اجيب مثلا وسط 2 فده وسط حامضي، لما اجيب وسط 3 فده حامضي برضه، ولكن الاثنين حامضي اكتر من الثلاثه. نفس الكلام لما اجيب وسط مثلا 8 فده قاعدي، لما اجيب وسط 10 فده برضه قاعدي، ولكن الوسط ال 10 القاعديه بتاعته اعلى من الوسط اللي هو الثمانيه. تمام؟ خلاص؟ طيب ده كده الاس الهيدروجين. هل الانزيمات تتاثر بالاس الهيدروجين؟ اقول لك اه. ليه؟ لأن الإنزيمات بروتينات تتكون من أحماض أمينية، عندها مجموعات كربوكسيل وعندها مجموعات أمين، مجموعات الكربوكسيل حامضية ومجموعات الأمين قاعدية، فده يفسر لك إن لازم الإنزيمات تتأثر بالبي اتش لأن عندها مجموعات حامضية وقاعدية. طبعا بقى معلومة بس بتخص درجة الحرارة، يا جماعة درجة الحرارة المثلى لإنزيمات الإنسان 37، عشان كده درجة حرارة جسمك 37. لو زادت أو قلت نشاط إنزيمات في جسمك هيقل وهيتغير، وبالتالي ده بيحدث لك مثلا حاله من الاعياء، ولا تحس انت مش قادر تشتغل بشكل طبيعي لان انزيماتك مش شغاله بشكل طبيعي. طيب تعال بقى نفهم هنا الدنيا ماشيه ازاي. ده كده الاس الهيدروجين، ده مثال مثلا على انزيم. البي اتش لما اجي اقول مثلا مفيش حاجه عندي اسمها المدى. تمام؟ انت ركز بس معايا. انا هنا الانزيم بدا شغله من عندي بي اتش 1.5 تقريبا او 1، وكل ما زودنا البي اتش النشاط بيزيد لحد ما اوصل لبي اتش 7. دي كانت البي اتش المثلى، تمام، اللي هي اعلى نشاط عندها. بعد كده فضل البي اتش يقل لحد ما وصلنا عند بي اتش 12. طب اولا انزيم زي ده انا محتاج اطلع له من الرسم كام حاجه. اول حاجه المثلى اللي هي بي اتش المثلى. البي اتش المثلى في رسم زي اللي قدامك 7. طب دي رقم واحد، لازم اعرف ان ده الانزيم ده البي اتش المثلى بتاعته بكام؟ ب7. خلاص؟ طيب بس في حاجه لازم تاخد بالك منها، ان انت لما يكون عندك بي اتش ما بتقولش رقم واحد. يعني انت مثلا انت في درجه الحراره كنت بتقول ايه 15 35 37 كام، تقول لي رقم معين، لكن في البي اتش نقول من كذا لكذا، لان صعب ان انت تاخد نقطه واحده. فمثلا الرسمه زي اللي قدامك دي احنا بنقول يا جماعه ان البي اتش المثلى مثلا من 6 ونص ل 7 ونص، مش هيبقى 7 بالظبط، من 6 ونص ل 7 ونص. دي البي اتش المثلى. لو الوسط في البي اتش بتاعته من 6 ونص ل 7 ونص، الانزيم ده هيديك اعلى نشاط وهيدي لك اسرع معدل تكوين نواتج واسرع معدل استهلاك متفاعلات. جميل؟ جميل جدا. طب تعالى بقى نروح في بقى حاجه ثانيه لازم تاخد بالك منها. هل الانزيم ده يصنف كانزيم يعمل في وسط حامضي ولا يعمل في وسط قاعدي؟ عايز اقول لك على حاجه، ان الانزيم ده يشتغل في الاثنين، في الحامضي والقاعدي. ليه؟ اهو بص، بيشغل عند 2 وشغال عند 3 وشغال عند 4 وشغال عند 5 وشغال عند 6، فبالتالي هو في الوسط الحامضي شغال. وشغال عند 8 وشغال عند 9 وشغال عند 10 وشغال عند 11، فبالتالي في الوسط القاعدي شغال. ولكن الوسط الامثل، ما في سيبك بقى من هو بيشتغل فين، لان احنا اتفقنا ان هو بيشتغل هنا وبيشتغل هنا، لكن الوسط المثالي بالنسبه له اللي يدي لك اعلى نشاط هو الوسط المتعادل، اللي هو البي اتش بتاعته من 7.5 ايه؟ من 6.5 ل 7.5. تمام؟ فلما اقول لازم اتكلم عن الانزيم، اقول الاول البي اتش المثلى بتاعته ايه؟ اقول هو بيشتغل في الوسط الحامضي والقاعدي ولا الحامضي بس ولا القاعدي بس ولا بيشتغل في الاثنين؟ اقول كمان الوسط المثالي، هل الوسط الحامضي ولا القاعدي ولا الوسط المتعادل؟ تعال نديك بعض الامثله. تمام؟ عندك ايه في المنهج؟ خلاص، بعض الامثله اللي في المنهج.
ناخد بس ايه، عايزين حته فاضيه، ماشي ناخد الحته دي. ركز معايا. عندنا انزيم اسمه انزيم البيبسين. خلاص، الانزيم ده البي اتش المثاليه بتاعته من 1.5 ل 2.5. اعلى نشاط ليه بيكون في عند البي اتش دي. طب هل مثلا لو البي اتش 3 هيقف؟ لا شغال. 4 هيقف؟ لا شغال. ولحد 5. فبالتالي هو كانزيم يعمل في وسط حامضي، والوسط الامثل بالنسبه له حامضي. عشان كده البيبسين بيشتغل في المعده. اشمعنى المعده يعني؟ عشان المعده فيها HCl، والHCl ده حمض قوي، فبيخلي الوسط بتاع المعده حامضي، وده وسط مناسب لعمل البيبسين. عندنا انزيم تاني اسمه التريبسين. ده البي اتش بتاعته من 7.5 ل 8. ده البي اتش المثاليه بتاعته 7.5 ل 8. طب ده بقى يا صديقي بيشتغل فين؟ ده البي اتش المثاليه بتاعته بتكون في الوسط القاعدي او القلوي الضعيف. هل ده يمنع ان مثلا لو الوسط حامضي مثلا خفيف او كده، مثلا لو حمض ضعيف مثلا مش هيشتغل؟ لا، لو بي اتش 6.5 هيشتغل، بس مش بنفس النشاط لما تكون 7.5 او 8. فهمني؟ فهو الوسط الامثل بالنسبه للتريبسين الوسط ايه؟ القاعدي. عشان كده هو بيشتغل في الامعاء. تقول لي اشمعنى الامعاء؟ عشان فيها حاجه اسمها بيكربونات الصوديوم بتخلي الوسط او البي اتش بتاعت الامعاء قلويه ضعيفه. عندنا انزيم زي الاميليز. الاميليز ده البي اتش بتاعته 7.4 7.5 ولا ايه، سوري، نفس فكره التريبسين 7.5. تمام؟ 7.5 ل 8. خلاص؟ الاميليز بيشتغل فين؟ في الفم والامعاء. اشمعنى الفم والامعاء يعني؟ عشان الفم والامعاء الاثنين الوسط بتاعهم قلوي، وده وسط مناسب لعمل مين؟ الاميليز. على فكره البيبسين والتريبسين بيهضموا البروتينات، ده بيهضم البروتينات في المعده وده بيهضمها في الامعاء، اما الاميليز بيهضم ايه؟ النشا. خلاص؟ فانت لازم تفهم ان الانزيم يعمل في وسط كذا، الافضل بالنسبه له الوسط الفلاني، لكن ممكن يشتغل في اوساط ثانيه. ثانيا في حاجه اسمها حساسيه الانزيم. انا ازاي اقيس حساسيه الانزيم؟ بص يا صديقي، مثلا تعال نقول مثلا ايه، ان المحور السيني هنا بي اتش. هرسم لك انزيمين هنا، طبعا 7. هرسم لك انزيمين، ركز معايا. ده انزيم اهو، خلاص، وده انزيم اهو. مين في الانزيمين دول اكثر حساسيه للبي اتش؟ مين في دول اكثر حساسيه للبي اتش؟ اللي المدى بتاعه كبير؟ لا، اللي المدى بتاعه قليل. فده كده حساس اكتر، بدليل ان اقل تغير في درجه الحراره يغير من النشاط. فكل ما الماء المنحنى بتاعك كان اضيق، ده دليل ان الانزيم حساس اكتر، سواء كان بي اتش او درجه الحراره. كل ما المنحنى بتاعك كان ضيق، طرفي المنحنى كانوا قريبين من بعض، ده دليل على ان ايه؟ درجه الانزيم حساس. يعني هي المسافه ما بين ده لده، المسافه دي كده، كل ما كانت صغيره ده دليل على ايه؟ على ان حساسيه الانزيم بتكون اعلى. خلاص، يبقى دلوقتي عرفت ايه حساسيه الانزيم، وكمان عرفت ايه التاثير او العوامل المختلفه اللي بتاثر على نشاط الانزيم، من تركيز الانزيم وتركيز ماده الهدف وتركيز والمثبطات والبي اتش ودرجه الحراره. خلاص، ده كده كان اخر جزء فين؟ في الانزيمات. طبعا الحصه الجايه ان شاء الله انتظرونا، هنعمل مراجعه جامده جدا عن الباب الاول عشان نقفله باذن الله. في النهاية أتمنى تكون استفدت وفهمت الدرس بشكل كويس، وتكون سجلت كل حاجة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.